يلا نحول شعري من كده لكده. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين. النهارده الفيديو برعايه تشيري اند بيري، وطبعا انا سايبه شعري على طبيعته علشان نعمله سوا. فممكن تكونوا اول مره تشوفوا شعري كده، بس دي حقيقه شعري، دي طبيعه شعري. شعري بيكون هايش شويه وفي كسره بسيطه، يعني شايفينها. شعري مش من النوع الكيرلي او اللي هو بيلف على بعضه، لا شعري مفرود شويه، ولا مفرود قوي ولا كيرلي قوي، شعري في النص ويفي. فخلونا بقى نظبط اللي انا فيه ده ونعمل شعرنا ستريت تماما. وعلشان اعمل كده هستعمل من تشيري اند بيري ال 2 in 1 انفراريد هير ستريتنر. واحب اقول لكم اللي هنا دي في ايدي انا مش هستعملها، دي علشانكم انتوا، لان انا عندي واحده وهستعملها، هي دي بتاعتي اللي انا هستعملها، ودي الجديده اللي انتوا هتاخدوها. فدي كده بتاعتكم انتوا، دي الجديده. خليني افتحها اوريها لكم، افتح لكم كمان الكيس. انا بس مش عايزه الخبط اللي هتاخدها العلبه بتاعتها يعني. فدي كده الجديده بتاعتكم اللي انتوا هتاخدوها، لسه محدش لمسها، لسه انا واخداها من الشركه. ودي بتاعتي القديمه اللي انا هستعملها دلوقتي. في مسابقه على الستريتنر دي من تشيري اند بيري عندي هنا في الشانل. اول حاجه اكيد ان انتوا تكونوا عاملين سبسكرايب للشانل او مشتركين في القناه، وتعملوا لايك للفيديو ده، وكمان تسيبوا كومنت عشان اعرف اختار حد منكم، وكمان تشيروا الفيديو ده ل2 من اصحابكم عشان هما كمان يشتركوا في المسابقه، وممكن هما كمان يكسبوا. كمان لو حابين تزودوا فرصتكم في الفوز بالمكوه دي، تقدروا تروحوا للفيديو اللي انا هكون بنفس الشكل فيه وبتكلم عن نفس المسابقه في الانستجرام وفي التيك توك، وكمان تسيبوا كومنت هناك وتعملوا فولو هناك علشان تزودوا نسبه ان انتوا تقدروا تكسبوا المكوه دي. واكتر حد انا الاقيه متكرر في كل الابلكيشنز انا هديله المكوه دي هديه. فهي دي الشروط اللي تقدروا بيها تكسبوا المكوه دي او الديفايس ده بتاع الشعر هديه، ان انتوا تكونوا متابعيني على ال3 وسائل دول، التيك توك واليوتيوب والانستجرام، وكمان تعملوا لايك للفيديو بتاع المسابقه، شير ل2 من اصحابكم، او تعملوا منشن في الكومنت ل2 من اصحابكم وتسيبوا كومنت باسمكم. والمسابقه دي هتخلص في اخر شهر 2. ودلوقتي بقى خليني اوريكم ازاي بستعملها. احنا هنشيل دي على جنب وانا هستعمل بتاعتي. الاول هوريكم الحاجات اللي بتيجي معاها في العلبه، وبعد كده هوريكم ازاي تشتروها اونلاين من الموقع، سواء من الموبايل او حتى من اللابتوب. غير ان كمان في برومو كود هديه مني علشان تاخدوا 5% خصم زياده. مش بس ان انا هديكم برومو كود يعمل لكم خصم، لا ده هم كمان عاملين عروض. فهم عاملين 20% خصم على المنتجات بمناسبه ان احنا في شهر عيد الحب، وكمان لو اشتريتي منتجين هتاخدي 30% خصم. فجوه العلبه اكيد هتلاقي المكوه نفسها، وكمان هتلاقي جلوفز علشان ما تتلسعيش من الحر، كمان هتلاقي 2 كليبس اللي بنقسم بيهم شعرنا، وكمان هتلاقي خزانين ميه او البتاعتين دول اللي بيتملوا ميه ويركبوا في المكوه عشان نعمل شعرنا بالبخار. اوريكم دلوقتي ازاي تستعملوه. وكمان هتلاقي الازازه الصغيره دي اللي بنملاها ميه عشان نملى التانك بتاع الميه اللي بيركب في المكوه. وكمان هتلاقي كفر عشان لو مسافره او عايزه تشيليها تحطيها فيها. وكمان هي بيجي معاها 2 ادابتر علشان فيشه الكهرباء لو عندكم مش زي مصر ثنائيه، ممكن تغيروها لثلاثيه او اللي هي الفيشه الامريكيه الثنائيه الرفيعه دي. اول حاجه هي بتكون مقفوله كده، فانت بتدوسي في زي كليبس هنا تحت، بتجيبيها على قدام عشان تفتح معاكي ويكون مفتوحه، تقدري تفتحيها وتقفليها. شايفين المكان اللي فاضي هنا ده اللي بيركب فيه تانك الميه، بيكون ليه قفله هنا، وحتى بصي هما كاتبين ان انت ما تسحبيهاش جامد عشان ما تقطعيهاش. من الفتحه دي بتحطي الميه، تملي العلبه دي ميه وبتفتحيها، وبتبتدي ان انت تحطي هنا كده وتملي الخزان ده ميه. وبعد ما بتمليه بتقفليه بقى كويس جدا، تجيبي بقى الديفايس نفسه وتحطي الجهاز يعني الجزء ده من قدام الاول، بعد كده بتدوسي عليه من ورا، هتسمعي تكه كده. تمام، هي كده ركبت ومش بتتحرك. طيب لو عايزه تفكيه بقى وتمليه تاني، في زرار هنا صغير جدا، الزرار الصغير ده بتدوسي كده عليه بتلاقيها طلعت تاني لوحدها. ده انت مليتي الخزان ميه وركبتيه. علشان بقى تشغليه هتلفي المكوه من ورا، هتلاقي فيه زرار صغير هنا. الزرار ده فيه 3 حاجات، في انه اوف، ان هو ما يكونش فيه اصلا بخار خالص طالع، تكون مكوه عاديه، وفي ان البخار يكون قليل، وفي ان البخار يكون هاي. هتلاقي حرف ال اللي اختصار لو، وحرف الاتش اللي هو اختصار هاي. فانت هتلفي الزرار ده حسب ما انت عايزه، لو عايزه ما فيش خالص بخار، لو عايزه لو، لو عايزه هاي. ودلوقتي بقى احط الفيشه في الكهرباء علشان
علشان يوصل لها كهرباء، واوريكم ازاي هنعمل بيها. في 3 زراير من جوه، زرار الباور وزرار بيقلل الحراره وزرار بيزود الحراره. فاحنا اول حاجه هندوس على زرار الباور نشغلها، وهنختار الحراره اللي احنا حابينها. هي اقل حاجه فيها 150 واعلى حاجه فيها 235. ممكن تستعملوها من غير البخار، ممكن تستعملوها ببخار قليل وببخار عالي. انا دلوقتي مشغلاها على البخار العالي عشان اوريكم الافكت بتاعها. استنوها بقى ان هي تسخن علشان تقدروا تستعملوها. وفي حاجتين من جوه كده انتوا ممكن تفكروا هم دول ايه، يعني دول ازرار ولا دول ايه، بس الفكره ان دول لما بتدوسوا عليهم هم بيدوا امر للخزان ده ان هو يطلع البخار من الاخرام اللي موجوده من هنا. طبعا مش هحط ايدي علشان هي دلوقتي بتسخن، فمش هحط ايدي جوه. في اخرام جوه هنا دي اللي بتطلع البخار. انا هستناها تسخن. هي اول ما بتسخن يعني بتكون جاهزه على الحراره اللي انتوا اخترتوها، هي بتعمل صوت لحد بقى ما تكون جاهزه للاستخدام. خليني اقول لكم ايه مميزاتها. هي الفكره فيها ان هي بتحاول توفر لك اقصى فرد باقل اضرار، عشان كده دي طريقه التسخين فيها بالاشعاع تحت الحمراء، ودي بتحمل شعر من اضرار الفرد بالحراره. احنا كده عرفنا هي نفسها بتعمل ايه. البخار بقى ايه لازمته؟ البخار بيحافظ على الزيوت الطبيعيه اللي في الشعر، بيخلي الشعر بيبان حيوي اكتر وفيه لمعه طبعا. والسيراميك اللي احنا شايفينه لونه اسود من جوه ده نوع سيراميك اسمه سيراميك التورمالين. ليه هي مصنوعه بالذات من نوع السيراميك ده؟ لان السيراميك ده ناعم جدا على الشعر وبيقلل الهيشان، عشان كده انا بحبها وبستعملها كتير. يعني دي اللي انا على طول بستعملها في فرد شعري لو هعمل شعري ستريت تماما. طبعا هو في 6 مستويات من الحراره، في 150 وفي 170. سمعت الصوت؟ هي تمام كده المفروض استعملها. في 150 و170 و190 و210 و220 و235 اللي هي اعلى حراره. كمان ميزه في المكوه دي ان هي عريضه، يعني مش رفيعه، فده بيخليها بتعمل الشعر الطويل اللي زي حالاتي كده بسرعه. لان هي من جوه انا هحاول اوريها لكم برده في التصوير، فيها 4 الواح، يعني مش لوحه واحده، لا كل جهه فيها لوحتين، فده بيخليها اسرع بكتير مع الشعر الطويل او التقيل، فبتوفر في الوقت. هي على فكره بتعمل الشعر بتفرده بسرعه جدا. دلوقتي بقى خلينا نعمل شعري واوريكم ازاي بستعمل. طبعا مكوه فلازم تستعملوها شعركم ناشف، فانا دلوقتي شعري ناشف تماما. انا غسلته امبارح وسبته ينشف علشان استعملها النهارده معاكم. ما حطيتش اي حاجه على شعري، اللي انتوا هتشوفوه ده النتيجه بتاعتها هي. فهاخد خصله هتاكد ان هي ما فيهاش اي تشابك. هستعمل الجلافز علشان ايدي ما تتلسعش من الحراره. ممكن تاخدوا خصله رفيعه او خصله تخينه، لان هي تخينه يعني عريضه فبتاخد شعر كتير جواها. سامعين بقى تسمعوا صوت البخار كده؟ لان انتوا كل مره بتقفلوا الزرارين دول على بعض وانتوا بتعملوا كده، فهي بتطلع بخار، هتسمعوه حتى. فانا هعمل مره كمان، بس كده احنا عملنا مرتين. فين الخصله؟ شايفين كم الهيشان ده بقى ايه؟ احلى حاجه فيها بقى ان هي ما بتلزقش الشعر. يعني بصوا الشعره مش ملزقه في بعضها، هي الهيشان راح بس مش ملزقه في بعضها. خلينا نكمل في الخصله اللي بعدها نفس الخطوات. هاخد خصله بالحجم اللي انتوا تحبوه، هتاكد ان هي ما فيهاش اي حاجه مش متسلكه، وابتدي ان انا اعمل شعري. بتمشوا بسرعه، انا عن نفسي بمشي بسرعه متوسطه، يعني ولا بجري قوي بالمكوه ولا ببطئ قوي. كمان انا عشان شعري طويل فالبخار الدوسه الواحده بيخلص وعبال ما اطلع، فبعمل ايه؟ باجي في نص شعري واشيل، يعني افتحها تاني واقفلها تاني عشان تطلع بخار تاني اعمل بيه النص اللي تحت. لو بقى خزان الميه خلص، هو بيكون فيه خزان تاني معاكي، انا بملاه الصراحه وبسيبه عشان اول ما خزان الميه ده يخلص احط فيه كده مثلا ايه بعد كام خصله اتاكد ان الخزان بتاع الميه لسه فيه ميه. خلوني بقى وانا معاكم كده بعمل شعري اوريكم ازاي تشتروا الاجهزه بتاعت تشيري امبيري وتستعملوا الخصم بتاعي سواء من على الموبايل او حتى من على اللابتوب. خليني اوريكم الموبايل الاول. هطلع لكم الموبايل كده على جنب واوريكم ازاي ممكن تشتروا. على فكره دي الطريقه اللي انا عملتها وانا بشتري المكوه دي. اول ما اشتريتها، انا شاريها بقالي كتير، بس هي دي الطريقه اللي انا استعملتها. انا اشتريتها من على الموبايل. فكل اللي عليكي ان انت هتدوسي على لينك الموقع اللي انا سايبهولك في الديسكريبشن بوكس، هتنتقلي للموقع
الموقع بتاع تشيري اند بيري، تلاقي بقى كل المنتجات اللي عندهم بالصور وبالتفاصيل والحاجات اللي بتيجي مع كل ديفايس. كمان هتلاقي العروض اللي هم عاملينها، فهتختاري اي منتج انت عايزه تشتريه. بس انا هوريكم ازاي تشتروا اللي معايا دلوقتي اللي هي الستريتنر. هتعملي لها اد تو كارت او اضافه للسله بالعربي هتلاقيها. بصوا انا عشان شعري طويل فالخزان دلوقتي خلص، فانا هبدل الخزان واحط الخزان التاني، وبعد كده هتروحوا بقى للكارت نفسها اكتبوا البيانات بتاعتكم، الاسم بقى والعنوان بتاعكم ورقم تليفونكم عشان لما المندوب يجي يوصل يكلمكم. بعد ما تكتبوا بياناتكم تختاروا طريقه الدفع، بعد كده بتدوسوا بليس اوردر، وبكده يكون الاوردر بتاعكم جاهز، هيوصل لكم المندوب هيكلمكم وهيوصل لكم. ودلوقتي كده انا خلصت نص شعري ماشي، وده النص اللي مش معمول. خلينا بقى نشوف الفرق في الشكل وفي النعومة وفي الفرد وفي الهيشان. طبعا ده بيلمع وده باهت عشان هو هايش، ده هايش، ده رود ومتساوي وكمان حيوي يعني مش ملزق في بعضه. انا دلوقتي كمان هعمل نص شعري التاني وارجع لكم. تعالوا بقى اوريكم ازاي تشتروا اي حاجة من على موقع تشيري اند بيري. هتضغطوا على اللينك اللي تحت اللي انا سايبه لكم في الديسكريبشن، هيحولكم على طول على الموقع بتاعهم. تاخدوا بقى تور كده في الموقع، تتفرجوا على المنتجات، شوفوا انتوا عايزين تشتروا ايه، وخلوني اوريكم ازاي تشتروا الستريتنر اللي معايا. هتدخلوا على المنتج نفسه، تتفرجوا على الصور بتاعته وشوفوا كم الحاجات اللي ممكن تدفعوا بيها. ده انتوا كمان ممكن تقسطوا سواء مع البنك، طبعا في بنوك كتير جدا زي بنك القاهرة، بنك اسكندرية، CIB، وكمان ممكن تقسطوا مع شركات التقسيط، وفي تقريبا 6 أو 7 شركات تقسيط زي فاليو ممكن تدفعوا بيه، او حتى ممكن تدفعوا عند الاستلام، يعني مش لازم تدفعوا حاجة اونلاين. وكمان الشحن مجاني، فانتوا هتدفعوا تمن المنتج بس. بعد ما بتعملوا اضافة للسلة بتروحوا بقى للسلة تشوفوا الحاجات اللي جواها وتتأكدوا ان انتوا حاطين الكود بتاعي نورهان 5. هتلاقوا ان هو خصم لكم الفلوس من تمن المنتج حتى بعد العرض، وهتلاقوا كمان ان مفيش شحن، وهتلاقوا كمان الطرق اللي ممكن تدفعوا بيها. بتدوسوا اتمام الطلب، بتروحوا للصفحة دي اللي هتكتبوا فيها بياناتكم زي الاسم والعنوان ورقم التليفون والايميل، وهتكتبوا عنوانكم بالتفصيل علشان المندوب يعرف يوصل لكم، وهتشوفي الكود والسعر تتأكدي ان الدنيا تمام. وهتنزلي تحت بقى لطريقة الدفع زي ما قلتلك، ممكن تدفعي عند الاستلام، تقسطي مع بنك، تقسطي مع شركة تقسيط، تدفعي بالفيزا او الماستر كارد بتاعتك، وبس كده هتدوسي على اتمام الطلب. كده الاوردر بتاعك جاهز ان هو يوصل لك. كده شعري مش ملزق ابدا، هو مفروض تماما بس مش ملزق في بعضه. فالحقيقه ان المكوه دي انا بستعملها اصلا من قبل حتى ما اتعامل مع تشيري اند بيري، يعني دي انا اشتريتها بفلوسي، اول حاجه خالص اشتريتها. وبس كده ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك، وكمان ما تنسوش تدوسوا على السبسكرايب او الاشتراك اللي تحت الفيديو علشان تكونوا متابعين كل الفيديوهات وكل المسابقات. وكمان ما تنسوش تشتركوا في المسابقه بان انتوا تعملوا لايك للفيديو ده، تعملوا اشتراك للشانل، وتكتبوا كمان كومنت تحت الفيديو ده وتشيروه لاثنين من اصحابكم، كمان عشان يكون ليكم فرصه اكبر تقدروا ان انتوا تعملوا نفس الخطوات دي في التيك توك وكمان في الانستجرام عندي على نفس الفيديو بتاع المسابقه. اكيد لو هتشتروا اي حاجه من تشيري اند بيري تقدروا تستعملوا كود الخصم بتاعي علشان توفروا كمان فلوس اكتر. وان شاء الله اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.